اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين حاجة بقى نشربوها في الحر اللي احنا فيه دوت والنار اللي احنا فيها دي، وطبعا كلنا عاملين مقاطعة، فهنعمل بقى بتاع الحر الجميل بتاع زمان من غير ولا لون ولا اي اضافات خالص. بس يا بطة يا وزة يا حلوة انت وهي، ما تنسيش تحطي اللايك بتاعي وتكتبي لي تعليق حلو مني. عادي بقى اقول لك يا ست البنات، حلة على النار هتحطي فيها كوباية من الخروب، وهتحطي عليها كمان كوباية من السكر، وهتبتدي تقلبي الخروب والسكر على نار متوسطة لحد ما السكر يسيح وتحسي ان هو هيبتدي يكرمل كده. اوعي يتحرق منك، دي اهم حاجة علشان خاطر الخروب بتاعك ما يمررش. وطبعا الخروب بتاع بره معروف بيحطوا له لون او بيحطوا له عسل بدل السكر، عسل اسود. هنا بقى كده اللهم بارك، ادي السكر كرمل اهو مع الخروب بتاعي. اعمل ايه؟ اجيب بقى الميه السخنه بتاعتي وهنزل على الخروب بتاعي. الحله دي هتعمل لك حوالي 3 ازايز الا ربع بالظبط. حاجه بسم الله ما شاء الله، من كوبايه خروب هتطلعي كميه حلوه قوي من العصير. وهنا بقى عايزه اقول لك ان انت اول ما بتنزلي بالميه بيبتدي الخروب والسكر يجمدوا، بتهيألك ان هما بقوا جامدين، بس بعد اول تقليبه خلاص كله داب، وبتسيبيه يغلي من غلوتين ل3 غلوات، وبعد كده بتطفي عليه. بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله، ولا لون ولا عسل ولا اي اضافات خالص نهائيا. هنا بقى سمي الله وصلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب، وجبت بوله وهبتدي ان انا اصفيه. بصوا حاجه مش عايزه اقول لكم ولا طعمه ولا ريحته طالعه بسم الله ما شاء الله. بصوا من اجمل انواع العصاير بجد اللي بتتعمل في البيت وبتبقى حلوه جدا، لان الكوبايه منها بقت غاليه بره جدا، ودلوقتي بيخيرك في حجم الازايز لما بتشتريها من بره. وهنا بقى بصوا بسم الله ما شاء الله، ازازتين كبار، طبعا دي اكتر من لتر عشان تبقوا عارفين، بس يعني بتاعت لتر وربع حاجه كده. وادي كمان 3/4 ازازه. اللهم بارك، طريقته سهله وبسيطه وتبقي عملتي حاجه في البيت لولادك كمان. وبصوا من اجمل فعلا انواع العصاير بجد والله، وكمان وفرتي وحاجه نظيفه في البيت للولاد. يا رب طريقته تكون عجبتكم، واقول لكم السلام عليكم.